السلام عليكم أصدقائي. طبعا نحاول إنه نخليها تاكل بحرها الأكل، لأن وصلت لفد مرحلة إنه لازم شوية تعتمد على نفسها، فنحاول إنه نخليها تلتقط الأكل لوحدها. يعني هي جوعانة هسه وما هي بصراحة الأكل بحالك. شوف خلي هي هنا قريب عليها وهي جوعانة. شوف إنه تحاول تلتقطها هي. شوف هاي أول مرة، طبعا هي أخذت وحدة هسه وهاي ثاني مرة. شوف هاي بما أنه جوعانة تحاول هي هسه. شوف هذه ثاني مرة تسويها هي. قربت هي مرة ثانية، نعودها حتى تلتقط الأكل هي. بعد هي بتعرف هي هسه. تحاول هي مرة ثانية نقرب عليها. بما أنه جوعانة لازم تاخذ هي. لا غلط هذا، مرة ثانية نحاول. قطعة شوية هنا هي قرب عليها هنا مرة ثانية. شوف تحاول هي هسه. حلو جيد. شوف خليها بهالمرحلة هاي من لما تحاول هي تلتقط الأكل. نحاول إنه مرة ثانية هنا قطع هي هذا. هي مرة ثانية. تعال 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 يلا. هذه هي الرقاع نزلها هنا أول ما تلتقطها هي. حلو. شوية شوية من ما تتعود. بعد مو كلش، تخلي مرة ثانية. ما شاء الله. وبهالطريقة هذا شوي شوي نعودها من لما تتعود هي هسه بعدين انه تلتقط الاكل. يعني بما انه ما موجودة ويا امها وابوها فلازم واحد يعودها. هي هسه طبعا تريدني اكيد انه انا انطيها. تعالنا. شبعت هي هسه تقريبا اكلت 3 4. نحاول مرة ثانية المحاولة ورا شوية من لما تتعود هي. فخليها بعدين الأكل وهي تتعود اللي يعني تلتقطه، لأن لازم إنه تبدي تاكل هي الأكل مالتها يعني بطريقتها، حتى لا إنه خاصة إذا الواحد يكون مشغول يعني تخلي لها أكل وأيضا من تجي أنت تعطيها وهي تكون تقدر ولو تاخذ لها فد كب وحدة يعني حتى يعني تتعود. تحياتي لكم.